عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، واللي في الحقيقة شارك في المسيرة اللي نظمتها جماهير النادي المصري البورسعيدي ردا على ما قامت به جماهير النادي الأهلي واللي انطلقت امبارح داخل محافظة بورسعيد. مساء الخير سيادة النائب. بداية أنا عايزة أعرف حضرتك كنت موجود، يعني مبدئيا شفت الأزمة دي إزاي؟ أنا كنت موجود ومجموعة نواب بورسعيد موجودين. احنا شايفين ان سعيد انت بتقولي قصه بورسعيد، لان بورسعيد فعلا قصه عظيمه جدا، قصه بيشهد لها تاريخ مصر كله. واحنا يعني ابناء بورسعيد بنفخر بتاريخ بورسعيد، ولا نقبل في اي وقت من الاوقات ومن اي شخص اي اهانه سواء لبورسعيد او لشعب بورسعيد. هذه النقطة اللي احنا شايفينها واللي احنا كل الابناء بورسعيد. انا اتحدث معك كنائب، فارجوك عايز اعرف حضرتك كنائب شايف الازمة دي ازاي؟ ما انا بقول لحضرتك كنائب وكابن من ابناء بورسعيد، هي دي الازمة عندنا، ان ما ينفعش ان يهان شعب بورسعيد ولا تهان محافظة بورسعيد. مين اللي اهان شعب بورسعيد؟ مين اللي اهان شعب بورسعيد من وجهة نظر حضرتك كنائب؟ تمت من بعض جماهير النادي الاهلي اللي كانوا موجودين في الاستاد، ومش اهانوا بورسعيد بس، ده اهانوا بورسعيد ويعني اهانوا الجيش واهانوا الشرطه واهانوا مؤسسات الدوله واهانوا بعض القيادات الوطنيه اللي موجوده في مصر. احنا يمكن امبارح كانت رساله محترمه جدا ورساله واقعيه جدا من جماهير بورسعيد ومن شعب بورسعيد لمصر كلها. بنقول لمصر ان بورسعيد زيها زي المفترض ان كل جماهير الانديه تكون بهذا التحضر الرقي. رفعوا شعارات محترمه ان هم مع الدوله ومع مؤسسات الدوله ومع عدم الاستهانه واهانه رموز الدوله، وكان يعني احتفاليه عبرت فيها جماهير بورسعيد عن المعنى ده، انها لا تقبل الاهانه لبورسعيد ولا شعب بورسعيد ولا مؤسسات الدوله. رفعوا علم مصر ورفعوا شعارات وطنيه وفتحوا ملف، واحنا كلنا فتحنا ملف. احنا خدنا من هذا النبض، من هذا الشعور لشعب بورسعيد كنواب، وانا كاحد ممثلي النواب في محافظه بورسعيد، فتح ملف 53 شهيد من ابناء بورسعيد وقعوا بعد احداث الحكم الصادر في احداث بورسعيد. يمكن في ناس كتير جدا في الاعلام يمكن حضرتك مش عارف، عندك فكره عن الموضوع ده ولا لا، لكن الناس كلها انتبهت لاحداث معينه و72 شهيد اللي احنا بنكون لهم، يعني بندعو لهم بالرحمه وبندعو لاهلهم بالصبر. وكلنا كشعب بورسعيد بنتمنى اليوم قبل غدا ان تظهر الحقيقه وان يظهر الجاني، لاننا كلنا متكاتفين وكلنا مع مصر كلها عايزين نعرف مين الجاني ولازم ياخذ جزاءه. طيب انا سياده النائب اسمح لي الجزء الثاني، بس الجزء ده ان احنا عندنا 53 شهيد بالاضافه ل 72 شهيد بتوع النادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي. في عندنا 53 شهيد وقعوا بعد احداث المحاكمه بتاعه بورسعيد. احنا الى